صورة طبعا نزلت على السوشيال ميديا بتجمع الفنانة مي عز الدين بخطيبها السابق اللعيب كرة القدم محمد زيدان طبعا. في البداية تحية طيبة لكل الناس اللي منورنا ومشرفينا. طبعا الفنانة مي عز الدين اللي احنا كنا بنتحدث وبنقول ان احنا كان بخت مي عز الدين قليل والكلام من ده في الجواز والكلام ده. صورة خطوبة مي عز الدين ولاعب منتخب مصر وقتها محمد زيدان كانت من اغرب صور الخطوبة. في الوسط زيدان لابس كاجوال عادي ومي تحسها تايهة كده وفي حاجة ما طولتش كتير مش مظبوطة في الوقت اللي المفروض في انهم مشهورين جدا وان في صور خطوبتهم تملى المواقع والصحف، لكن لما نعرف الظروف اللي حصلت في الخطوبه هتعرف ايه السبب. نرجع شويه بالذاكره وخلينا نحكي التفاصيل. كانت منين التعارض من مي عز الدين لما شافوا بعض في مطعم وزيدان حس ان مي هي فتاه احلامه، لكن هي بقى كانت تقيله جدا عليه وما رضتش تحسسه بالاهتمام وتبادل المشاعر غير لما حست فعلا ان هي بتحبه. بعدها اتفقوا يعملوا خطوبتهم في اكبر فندق في مازوت، لكن اللي حصل ما كانش في خيالهم. وده الان والده مي تعبت جدا الفتره دي ودخلت المستشفى، وبعدها مي كلمت زيدان وقالت له هات الدبل وتعالى كلم ماما دلوقتي، وفعلا زيدان عمل كده بالظبط ولبسوا الدبل قدام الغرفه المحجوزه فيها والدتها وقالوا يعوضوها بفرح كبير. بعدين الخطوبه دي كانت حديث الصحف والجمهور والكل، وحضرت مي عز الدين مباراه كره القدم بين منتخب مصر مش عارف في كاس العالم للقارات في الاستاد. كان شايف انهم قابل مثالي جمال ونجوميه من ناحيه وتالق كروي من ناحيه تانية، لكن المفاجاه ان بعد شهور قليله جدا من الخطوبه اتفكت، والناس وقتها فضلت تسال ايه السبب، هل خلاف هل ضغوط، لحد ما مي طلعت وقالت تصريح هادي جدا ان انها وزيدان اكتشفوا انهم اصحاب احلى من انهم يكونوا مرتبطين، وانهم اتفقوا يفسخوا الخطوبه بس يفضلوا اصدقاء. ده طبعا عن خطوبة الفنانة مي عز الدين من محمد زيدان.